السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ ايه رأيكم النهارده نتكلم عن must و have to. امتى استخدم must وامتى استخدم have to؟ ولاد كتير قوي بيتلخبطوا في الامتحانات. ايه الفرق بين must و have to؟ مش عارفين. تعالوا نتكلم النهارده عنه. must و have to الاتنين بيتكلموا عن الابليجيشن، يعني ايه؟ يعني الالزام. بس في فرق بسيط قوي، الالزام ده صادر من مين؟ هل انا اللي امرت بالموضوع؟ هل انا اللي الزمت شخص اخر بالشيء دوت؟ ولا الالزام ده انا اللي بتكلم عن نفسي وبلزم نفسي بيه؟ هي دي التركه. ماست بتقول لك ايه يا سيدي؟ بتقول لك اني انا اللي سبيكر وانا اللي بلزم. انا اللي بلزم، يعني ده الزام داخلي، ممكن اكون بلزم حد بيه. تمام؟ يعني ايه؟ مش فاهم. تعال نشوف. انت مثلا عند الدكتور والدكتور بيقول لك لا انت عندك املاح كتير ومحتاج انك تشرب ميه بزياده، فهيقول لك ايه؟ you must drink a lot of water. ده ايه؟ ده الزام من الدكتور. اوكي؟ السبيكر هو اللي الزم بيه، بيلزم حضرتك بيه، فبقول لك you must drink a lot of water. حضرتك بقى روحت البيت وبتحكي لزوجتك وبتقول لها يا ده الدكتور قال لي I have to drink a lot of water. ليه؟ ده هنا بقى الزام خارجي. ليه خارجي؟ اصله صدر من حد تاني، مش انت اللي الزمت نفسك بيه. الدكتور بيقول لك انت لازم حضرتك كده اللي تشرب، فالدكتور اللي امرك الزمك بهذا الشيء، فبالتالي ده الزام خارجي. تعالوا مثلا اشهر مثال تاني اللي هو مثلا التيتشر لما بتقول للطلاب you must do your homework ولا you have to do your homework. التيتشر لو هي اللي بتدي الاوردر وهي اللي سبيكر هتقول له you must do your homework. حضراتكم لازم تعملوا كطلاب الهومورك. الولاد بقى هيقولوا ايه؟ we have to do the homework. we have to do the homework. ليه؟ لان التيتشر امرتنا ان احنا نعمل الهومورك. ده الزام خارجي، انما ده الزام داخلي. لو حضرتك بقى من نفسك لقيت نفسك انك عندك املاح ومحتاج انك تشرب ميه كتير من غير ما تروح للدكتور، فهتتكلم عن نفسك تقول يا I must drink a lot of water. ليه؟ حضرتك اللي الزمت نفسك وده الزام داخلي منك لنفسك، فانت اللي اديت الامر وحضرتك اللي سبيكر وحضرتك اللي بتلزم نفسك، ففي هذه الحاله هتستخدم must. تعالوا بقى نشوف الاختلاف الكبير في النيجاتيف. اول حاجه النيجاتيف بتاع must هو mustn't، والتي دي انا مش بنطقها، هي mustn't ودي معناها you're not allowed to do this. حضرتك مش مسموح لك انك تعمل الشيء ده، مش مسموح. it's forbidden, it's not allowed. اوكي؟ يعني for example you mustn't smoke here, you mustn't smoke here. مش مسموح لك تدخن هنا، ولو دخنت مثلا هتاخد غرامه. اوكي؟ it's not allowed. ممنوع ان حضرتك تدخن هنا. you mustn't smoke here. لكن بقى النيجاتيف بتاع have to هو اولا don't have to or doesn't have to. اوعى تقول لي haven't، اوعى تقول لي haven't، لا انا بجيب helping verb اللي هو don't و doesn't مع he و she و it، و don't مع I و we و you و they واي plural noun، واكتب have to زي ما هي. تمام؟ هنا بقى معناها حضرتك مش مجبر اصلا، انت مش مجبر انك تعمل كده. it's okay، it's okay. انما هنا انت مجبر على عدم فعل الشيء. حضرتك هنا مش مجبر على عدم فعل الشيء، حضرتك مش مجبر انك تعمل الموضوع دوت او ما تعملوش، براحتك. يعني مثلا بكره اجازه، تمام، وبعده اجازه، النهارده الخميس مثلا، والجمعه والسبت اجازه، فمش مشكله انك ما تعملش الهوم ورك النهارده، ممكن تعمله بكره، ممكن تعمله بعده، اصل انت still have 2 days. فاقول لك هنا ايه؟ You don't have to do your homework today. You don't have to do your homework today. مش لازم تعمل الهومورك النهارده، مش مجبر حضرتك انك تعمل هومورك النهارده، اصل لسه في يومين تبقى تقدر تعمل فيهم الهومورك براحتك. فده عكس ده، ركز كويس قوي في النفي. And that's all for today. هسيب لك السؤال ده وما تنساش تحله وتكتب لي answer في الكومنتس. Thank you for watching and follow for more. Bye.